صهيب الرومي بيقول لما دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربنا يا أهل الجنة هل تريدون شيئا؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ احنا عاوزين أكتر من كده. قال فيكشف ربنا عن وجهه، يعني يزيل الحجاب. قال فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله الكريم. ده خد بالكم يا جماعة، ده في لفتة مهمة جدا. احنا دايما لما ربنا بيكلمنا عن الجنة مش بس النعيم اللي ورد في القرآن والسنة، ده العقول ما تتحملش نعيم الجنة. نعيم الجنة أكبر من ذلك بمراحل، بس أنت عقلك دايما يفكر في الصورة المحسوسة. عارفين يعني الصورة المحسوسة؟ يعني دايما يدور على أقرب شيء محسوس ويبدأ يعني يتخيله. طب أنت ما شفتش أصلا الجنة. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لما حب يقطع الطريق عليك قال لك اللي أنت سمعته ده حقيقي واقع، بس فيها ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. ده فيها حاجات تانية، بس أنت ده ربنا لما حب يكلمنا عن أنهار الجنة بس. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. أنت آخر حدودك شفت نهر، أنت شفت مية، يعني نهر مية، لكن نهر لبن، نهر عسل، نهر الكلام ده مش ده صرح به القرآن. فكل ما تراه في الجنة دي منشتات حتى تشويقية، لكن في الجنة أكثر من ذلك بمراحل، وإنما ما يأتي فقط تقريبي.